بتدخل بقى المغرب كده ببيتها معاهم في الصفيحه ديت ايه ساعه ولا حاجه. لما بلاقيهم سقعانين امهم بتدفيهم وايه وبرضعهم. طبعا الارنبه اللي عيالها ماتوا عشان هي تاني مره عيالها يموتوا منهم، فتقريبا هي مش متعوده على الرضاعه ولا متعوده على حاجه وكده، لان هي بكريه ودي برضو كانت امهم بكريه. الارنبه التانيه السمره بمسكها من ايديها ورجليها، ودي كمان اول يوم عملت معاها كده مسكتها من ايديها ورجليها، لان هي طبعا لما عيالها بعدوا عنها يوم نست الولاده ونست ان هي عندها عيال، مسكتها من ايديها ورجليها ورضعتها حبستها في الصفيحه دي حوالي 3 ايام، كل يوم امسكها من ايديها ورجليها وارضعهم وانا ماسكاهم. بصوا يا جماعه كنت بمسكهم لامهم بالشكل ده كده وارضعهم تحتيها كده، فضلت 3 ايام اعمل كده لحد امهم ما اتعودت على كده. بسم الله ما شاء الله عليهم. امهم اتعودت عليهم دلوقتي، وبدخلها كل يوم المغرب بتقعد معاهم ساعه، وبعدين احطها في سبت الغسيل الكبير ده، افرش لها فوطه بس يا حبيبي، افرش لها فوطه واخليها في سبت الغسيل